وانا اكثر شيء لاحظته بالمانيا انه ما عندهم شيء اسمه تفليش. بس شوف لي هذا الحائط، هذا مبين بناء قديم جدا، مبين من الحجر والتفاصيل مال البناء مبين قديم، بس ما مفلشينه، بقينا نفسه وبانين عليه عمارات جديده. فهنا ما يفلشون شيء، يقول لك ليش افلشه واذا هو بعده يتحمل، اكيد مسوي له فحوصات وشايفين. الصراحه تفكيرهم صحيح، هي الدول الحديثه هيش تنبني، يعني جيل يكمل جيل، مو مثلنا احنا بالعراق حكومه جديده تفلش كل اللي بنته الحكومه السابقه. بس لاحظ لي هذا القوس، هذا اكيد كان جواه باب، لان هذا القوس يسوونه مثل الرباط، تمام؟ الله اعلم، يمكن كانت هاي مدينه يعني ناصيه، وانه بمرور الزمن بعد صارت عاليه. وهاي لقطه قريبه اكثر للحائط، بس شوفوا شلون سامت وباقي صاحي لحد هسه. شنو تفسيركم انتم للموضوع؟ ليش هذا الحائط ما مفلشينه؟ وليش باقي لحد هسه؟ وشنو هاي الاثار اللي بيه؟